رجل يمني ومقيم في المملكة يقول ولي 11 سنة ما أنجبت، ويقول في سنة من السنوات السنة الماضية اتصلت علي زوجتي وقالت أنا سآتي إلى بيت الله الحرام لأدعوه أن يرزقني الولد. قال فعملت لها الفيزا، قالت شوف أنا بجي ما هو علشان وفي النية أنا جاي لبيت الله ماني جاي لك. يقول عملت لها الفيزا وخسرت المال، يقول وجئت بها. قال فوالله ما قابلتني إلا عند المطار، يقول وأخذتها من المطار، يقول والله ما سمحت لي حتى أن ألمسها وأن أراها. قالت أنا جئت لبيت الله ثم بعد ذلك ليكن ما يكون. يقول فجئت بها محرمة إلى بيت الله الحرام، يقول وهي تطوف وتسعى وتقول يا رب أسألك بقوتك وعزتك وجبروتك ورحمتك ألا أزورك السنة القادمة إلا بولدي في حضني. يقول وهذا دعاؤها، اللهم لا تجعلني أزور بيتك السنة القادمة إلا وأنا حامل لولدي. يقول والله يا شيخ، والسؤال الآن يقول يا شيخ الآن ولدي عمره 3 شهور وهي تريد أن تزور البيت، سبحان الله العظيم. فالسؤال يقول يا شيخ الآن يقولون فيه فلو ينزل خنازير ويصيب الأولاد وكذا، هل أنزلها للحرم وأهفف طلبها ونذرها ولا نأخرها؟ قلت لا نزلها الحين توفي بوعدها لله عز وجل. وقلت له هذه امرأة صالحة فحافظ عليها يا أخي.